انا بقى لما عرفت موضوع الحلقه قعدت اسال زي ما بوسي عملت. قعدت اولا اقرا حاجات كتير جدا على النت، واسال ناس حواليا. لقيت افتكرت ان مامتي فكرتني ان كانت جدتي قالت لها قصه زمان، ان كانت في واحده صاحبتهم عندهم يعني مساعده في المنزل او المربيه بقالها حوالي لا يقل عن 15 سنه عندهم في البيت. ايه اللي يحصل بعد ما زوجة يعني الزوجه توفت؟ جوزها بعد 40 يوم اتجوز الست اللي بتساعد في البيت. اكيد حكيتي لي الحكايه دي قبل كده دي. فانا بشوف انه فعلا كنت قاعده اقول معقوله ده يحصل. لقيت انه فعلا بيحصل، خصوصا لما بتسمعي قصه حقيقيه. فالموضوع بيشكل خطر على جزء صغير او فئه صغيره من المجتمع. وده انا اكيد هقول رايي طبعا زي ما بوسي قالت في لما نتطرق للموضوع. بس موجود القصص دي مش بنشوفها في الافلام بس، دي قصص حقيقيه وموجوده. وبيبقى انا شايفه ان الغلط الاكبر بيبقى من الزوج. ده بيبقى زوج مريض نفسي، او يعني المفروض ان لما يحصل حاجه زي دي انا شايفه ان الزوجه اصلا تسيبه. وده هنقوله بقى في اخر الحلقه لما نتناقش مع زميلاتي العزيزات. طيب انا ولا هحكي مواقف ولا هقول وجود الخادمه او السيده اللي بتساعد الزوجه او الست في البيت ده صح او غلط من وجهه نظرك، وهل جوزك هيبص لها ولا مش هيبص لها. خلينا يعني نشيل الموضوع ده على جنب. نص الستات المصريات دلوقتي او نص السيدات في الوطن العربي بيشتغلوا، هي تعتبر مرأة عاملة. وجود الخادمة أو السيدة اللي بتساعد الست في البيت دي حاجة مهمة جدا جدا. مش كل الستات تقدر ان هي تقوم بشغل البيت، ومش كل الستات بيبقى عندها وقت ان هي تاخد بالها من البيبيز لو هي عندها بيبي، وهي بتبقى طبعا محتاجة ان هي تنزل وتمارس الحياة بتاعتها الاجتماعية والعملية والمهنية. فده طبيعي جدا ان يكون في ست قاعدة في البيت بتنظف وبتمسح وبتكنس، واحيانا ممكن تكون لو البنوته دي ما بتعرفش تطبخ تساعدها شويه في الطبخ، تربي الاطفال او تاخد بالها منهم لمجرد ما الست دي ترجع البيت وتبتدي بقى تمارس هي دور الامومه والزوجه.